أهلا وسهلا بيك يا صديقي في حلقة جديدة من بروفيشنال تك. والنهاردة هنتكلم عن أحسن وأجمد 5 كروت شاشة في 2025. لكن قبل ما نبدأ خليني أسألك سؤال مهم يا عزيزي المشاهد. دلوقتي قدامك كارتين شاشة. الأول GTX 980 Ti وسعره حوالي 4500 جنيه وممكن تلاقيه أرخص شوية. التاني RTX 3050 نسخة 6 جيجا وسعره من 9000 لحد 9700 جنيه تقريبا. قول لي يا صديقي، انت هتختار انهي واحد؟ انت ازاي تتجرأ وتقارن كارت قديم زي GTX 980 تي بالتحفة الفنية RTX 3050؟ ده كفاية بس وجود خاصية DLSS اللي بتزود لك الفريمات وتخلي الأداء فوق الخيال، ولسه كمان مع خاصية تتبع الأشعة. شوف الجمال! مش زي كارت قديم وعجوز زي GTX 980 تي. هو الكارت ده يشغل ايه أصلاً؟ للأسف الشديد لقد اختفى سيد فزلوكة في ظروف غامضة، ولكنه قد ترك ورقة مكتوب فيها: رجاء الاشتراك في قناة The Professional Tech. وبعد ما قرأنا رسالة سيد فزلوكة خلينا نبدأ في الفيديو. وأول كارت معانا هو GTX 950. مواصفات الكارت: بيجي مع شريحة GM 206، عدد 768 كورز و84 TMUs و32 ROPs، ذاكرة 2 جيجا GDDR5 128 بت، صدر سنة 2015 بمعمارية ماكسويل بدقة تصنيع 28 نانومتر. بالنسبة للترددات، البيس كلوك بيكون 1064 ميجا هرتز والبوست كلوك يوصل ل 1241 ميجا هرتز. المميز في الكات إنه بيسحب بس 90 واط وبيحتاج باور سبلاي بقدرة 250 واط. المخارج: 2 DVI، 1 HDMI، 1 ديسبلاي بورت. الكارت بيحتاج مدخل 6 بن وفي نسخة مش بتحتاج المدخل ده. وحرفياً أداء GTX 950 بيتفوق على كارت GTX 750 Ti بشكل واضح جداً. لكن في مشكلة واحدة بس، وهي إن الكارت ده مش منتشر قوي ومش متوفر بسهولة. لكن ما تقلقش يا صديقي، إن شاء الله عندي الحل. في قناة اسمها شركة شرابي، أنا كلمتهم وسألتهم عن كارت GTX 950، وهسيب لكم رابط القناة علشان لو حد حابب يتواصل معاهم. أما بالنسبة لسعر الكارت فهو بيتراوح ما بين 2200 و 2400 جنيه، ويفضل إنك تجيبه ب 2200 أحسن. تاني كارت معانا هو GTX 960. ولو جينا نبص على مواصفات الكارت هنلاقي بيجي بشريحة GM 206، عدد 1024 كورز و64 TMUs و32 ROPs، ذاكرة 2 جيجا GDDR5 128 بت، صدر سنة 2015 بنفس معمارية ماكسويل بدقة تصنيع 28 نانومتر. الترددات: البيس كلوك 1190 ميجا هرتز، البوست كلوك 1253 ميجا هرتز. الكارت ده بيسحب حوالي 120 واط وبيحتاج باور سبلاي 300 واط، لكن في الحقيقة الأفضل تركب له باور 400 واط علشان يبقى آمن. المخارج: 1 DVI، 1 HDMI، 3 ديسبلاي بورت. وبالنسبة لمدخل الطاقة، في نسخ من الكارت ده بتيجي بمدخل 6 بن أو 8 بن أو الاتنين مع، وده حسب النسخة. الكارت متوفر منه نسختين، نسخة 2 جيجا بسعر حوالي 2500 جنيه، نسخة 4 جيجا بسعر حوالي 3500 جنيه. والصراحة نسخة ال4 جيجا سعرها مش مناسبة خالص، بس كمل معايا الفيديو وهقولك على بدايل أحسن.
وتالت كارت معانا هو RX 560. مواصفات الكارت: معمارية بولاريس، عدد 1024 كورز و64 TMUs و16 ROPs، ذاكرة 4 جيجا GDDR5 و128 بت، صدر سنة 2017، بدقة تصنيع 14 نانومتر. الترددات: البيس كلوك 1175 ميجا هرتز، البوست كلوك 1750 ميجا هرتز. استهلاك الطاقة: الكارت بيسحب حوالي 75 واط وبيحتاج باور سبلاي بقدرة 250 واط. المخارج: 1 DVI، 1 HDMI، 1 ديسبلاي بورت. الميزة الكبيرة فيه إنه مش محتاج منفذ طاقة إضافي، يعني بتشبكه في الجهاز على طول. النسخ المتوفرة: نسخة 2 جيجا سعرها حوالي 2300 جنيه، نسخة 4 جيجا سعرها حوالي 2700 جنيه، وطبعا الأسعار دي بتختلف حسب حالة الكارت وممكن تلاقيهم أرخص بكتير. ورابع كارت معانا هو RX 470، ومواصفات الكارت كالتالي: معمارية إلزمر، عدد 2048 كورز و128 TMUs و32 ROPs، ذاكرة 4 جيجا بايت GDDR5 256 بت، صدر سنة 2016، بدقة تصنيع 14 نانومتر. الترددات: البيس كلوك 926 ميجا هرتز، البوست كلوك 1206 ميجا هرتز. استهلاك الطاقة: الكارت بيسحب حوالي 120 واط وبيحتاج باور سبلاي بقدرة 300 واط. المخارج: 1 من DVI، 1 HDMI، 3 من ديسبلاي بورت، والمخارج ممكن تختلف حسب نسخة الكارت. الكارت بيحتاج منفذ طاقة 6 بن. ولو بصينا على الأداء هنلاقي إن RX 470 بيتفوق على GTX 750 Ti بنسبة حوالي 55%. وسعر الكارت فهو بيتراوح ما بين 2400 جنيه و 3000 جنيه حسب الحالة والتوافر. ودلوقتي جينا للكارت الأسطوري، الكارت الأقوى بين كل الكروت اللي اتكلمنا عنها، الكارت اللي قدر يهزم GTX 1650 ويسحقه، الكارت الخرافي، الكارت اللي مفيش منه اتنين، البعبع الحقيقي لكروت الشاشة، وهو GTX 970. استنى، خلينا الأول نشوف مواصفات الكارت ده، وبعدها هسيبلك في الآخر مقارنة أداء علشان تصدق. المواصفات: الشريحة GM 204، عدد 1664 كورز و104 TMUs و56 ROPs، ذاكرة 4 جيجا بايت GDDR5 256 بت، تاريخ الإصدار 2014، دقة التصنيع 28 نانومتر. الترددات: البيس كلوك 1050 ميجا هرتز، البوست كلوك حوالي 1178 ميجا هرتز. استهلاك الطاقة: بيسحب حوالي 148 واط وبيحتاج باور سبلاي مكتوب رسمياً 300 واط، لكن في الحقيقة علشان يشتغل بكفاءة وبدون مشاكل لازم 450 أو 500 واط. المخارج: 1 DVI، وفي بعض النسخ بيكون 2، 1 HDMI، 3 ديسبلاي بورت. منافذ الطاقة: بعض النسخ بتيجي ب2 في 6 بن، ونسخ تانية بتيجي 6 بن بلس 8 بن. ولو بصينا هنا هنلاقي إن كارت GTX 970 متفوق على GTX 1650 بنسبة حوالي 15% في الأداء. السعر بيتراوح ما بين 3000 جنيه و 3500 جنيه، ولو أغلى من كده بلاش تشتريه. وكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة. ما تنساش يا صديقي علشان خاطري اللايك والاشتراك. آسف على التأخير في تنزيل الفيديو، وأشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.